كيف ما قريتوا في العنوان غادي تلاقاو لا فيديو ان شاء الله بكل الاسرار ديال هاد البسطيله هادي اللي غادي تحماقوا عليها، عمركم غادي تخلاو عليها. شوفوا سمعوا بعدا القرمشه كيفاش دايره والريزولطا كيفاش دايره، وعاد بداو الفيديو. هيا البنات البسطيله ديالنا راكم تشوفوا تبارك الله ما شاء الله ناجحين مليون في المية. قرمشه من ديما نقول لكم غادي تسمعوها. لا فيلو ما تندموش عليها، اي حاجه في الفران خذوا لا فيلو. السلام عليكم، ان شاء الله نبداو على بركه الله. غادي نوري لكم الاول لا فيلو، هذه هي الميور اللي جربت. هذه اللي عندها فيها الزرق والبيض وفيها هكذا مرسومه الحلو والمالح. عندي هنايا البصله بالزايد كيف ما كتعرفوا البسطيله كتبغي البصله بالزايد، وعندي طروفه ديال الدجاج ديال الصدر ديال الدجاج، يعني هكذاك منقيين مصايبين. ما بغيتش ندير الدجاج، يعني نختصروا شويه ديال المعاناه في تحضير هذه البسطيله هذه. ولكن صدقوني راه عمركم غادي تستغناو على هذه الطريقه هذه وعلى هذه المكونات هذه اللي غادي تشوفوا في لا فيديو. كيف ما شفتوا هنايا استغليت الفرصه انني نوري لكم هذه الماشينه هذه. اللي بغى يزعم انه يشريها راه ما غاديش يندم. دونك تقطع البصله لي ليغوم كاملين، تقدروا تلقاوها في المغازات ولا في المارشي، حتى في لي مارشي تلقاوها. المهم كتقطع ديك البصله رقيقه كيف ما شفتوا، يعني بحال الشعره، حيت كاين فيها بزاف ديال لالامات. وانتم كتسيو هنايا كتنفع بحال هكا البسطيله اولا كسكسو بالتفايح، حيت كنت درتها وخلاو لي واحد جوج كومونتير ما بقيتش جاوبت يعني في شي فيديو ولا يلا استعملتها، قلت نستغل الفرصه. المهم هنايا درت عطريه ديال الدجاج، غير العطريه ديال الدجاج مع شويه ديال الزيت البلديه، زيت المائده عفوا صايي، ودرت مليحه. المهم ديروا العطور اللي بغيتو نتوما على حسابكم. درت واحد شويه ديال سكنجبير، شويه ديال القرفه ضروري راكم تعرفوا. المهم زعفران شعره هنايا كان عندي متواجد ودرتو. المهم كيعطي للدجاج واحد البنه اللي سبيسيال زوينه لا كولو حتى هو. وديريكتومون غادي نشعل عليه النار، وغادي نخليه يطيب هذاك الدجاج مع ديك البصله مزيان حتى تذوب ديك البصله. وغادي ندوز باش ندير الشعريه اللي ضروريه في البسطيله. غادي ندير عليها الماء. هنايا الشعريه ديال الروز ماشي الشعريه الاخرى، يعني كتكون في شكل بوحدها. و شامبينيون نوار اللي غادي يعطي لها واحد البنه، واحد ملي كتذوقوه ملي كتاكلوه كتجي بحال شي حاجه كروكون. راكو عارفين باللي هو ماشي بحال الشامبينيون الاخر. انا جو بريفير هذا في البسطيله حسن من الاخر. انا ملي كنشوف الاخر دايرينه في البسطيله ما كيعجبنيش الصراحه. المهم هنايا البصله كيف ما شفتوا دابت، و يعني داك الاخر ديالها خاتر ماشي ما فيهش الماء ولا راه ما درت فيه حتى شي نقطه ديال الماء. كيف ما كتعرفوا البسطيله راه ما تزيدوش فيها الماء. هنا حيدت الدجاج باش نقطعو باش نفرتو يعني، ونخلي ديك البصله تزيد باش تختار كيما نقولوا تعقاد. نزيد فيها غير شويه ديال القرفه على حسب الكولور والريحه، باش تواتي المكونات اللي غادي نديرو في ديك البسطيله. ضروري ما تزيدوش شويه القرفه في البصله وصافي. هي ديجا كنت درت شويه باش هكا طابت حتى مع الدجاج. غادي نسد عليها وغادي نفرت هذاك الدجاج مزيان. من بعد ما كنت وجدت كيف ما شفتوا شامبينيون قطعته دي مورسو صغار، وشعريه حتى هي غادي نقطعها يعني هكا بالموس كيف ما العاده كيف ما موالفين كنديروا. والبصله ضروري غادي نصفيها في الصفايه ونخليها تقطر، يعني شحال ما تقطرات البصله تبقى غير البصله وداك الرواق كامل يهود في لوبول ولا في شي حاجه، حيت غادي نحتاجوه. ما غاديش نرميه ولكن غادي نحتاجو هذاك الروا ديال البصله فاش طاب الدجاج. هنا كيف ما راكم تشوفوا البصله راها بوحدها. شفتوا المرق حتى هو خاتر. غادي نرجعوه في المقله باش ندير عليه الشعريه، باش هذيك الشعريه تجي بنينه ما تجيش كيما يعني تجي بيضه ولا تجي كيف ما كنتلاقاو شي مرات الشعريه في البسطيله كتجي لا كولور ديالها سافا با.
المهم غادي نطيب هذيك الشعريه، نشحرها هكذا. المهم في هذاك المرق هذاك، وراه كتشرب هذاك المرق. جهدت عليها شويه النار وخليتها، وبقيت كنحرك وباش هكذا او ميم طون تشرب هذاك المرق وتجي ناشفه، ما تجيش منفخه ولا ما يبقاش فيها عاد داك الماء. وراكم شفتوا المرق خاتر، يعني غادي يجي هو هذاك. غادي نزيد عليها شامبينيون نوار اللي كنت قطعته ونحركو هكذا خفيف ظريف. نزيد عليها الزيتون مقطع اختياري، الزيتون مقطع انا قطعته حتى لاخر لحظه، قطعته شويه داك الحار كيواتي، يعني كيجي زوين في البسطيله وما ما كتحسوش به ملي كتكونوا تاكلوا. قطعته هكا مرصويات صغار كيف ما غادي تشوفوا، يجي زوين مع شامبينيون نوار والمكونات الاخرى الدجاج. المهم غادي تحمقوا على هاد البسطيله هذا، جربوها بهذه الطريقه هذا وردوا عليا عافاكم، خطيره. وباقي استيس اخرى اللي غادي نديرها في البسطيله حتى هي اللي غادي تعتمدوا عليها دائما في جميع البسطيلات، سواء الكبار او لا ميني بسطيله. هنا حيدتها او فو، درتها في واحد ريسيبيون ولا باش نزيد عليها هذيك البصله. درت واحد المعلقه كبيره، المهم انا راني كنخدم بالفرشيطه، ولكن نتوما ديروا واحد المعلقه كبيره ديال البصله وخلطوها هكذا باش تجي بنينه اكثر. المهم انا كنفضل نزيد فيها هذيك البصله، نخليها دي كوتي. ندير داك الدجاج اللي فرتته مزيان كيف ما شفتوا، غادي نزيد فيه ديك البصله كيف ما كتشوفوا. المهم الفيديو راه كيشرح، ولكن او ميم طون بغي نشرح لكم حتى انايا البليه راكو عارفين. المهم هنا كيف ما زدت البصله، شوفوا كيفاش كيتجمع ديك الحشوه هذه، كيفاش كتجمع ديك البصله شاربه ما شاء الله، عاقده، كتجي روعه. غادي نخلي هاد سميتو له على جانب، وغادي نجيب هنايا اللوز مطحون يعني هكذا بودغ. غادي نزيد فيه واحد المعلقه ديال العسل. عندكم كونفيتور ديال المشماش او لا ديال الخوخ ولا، المهم زيدوا فيه واحد المعلقه او لا زوج على ما يتجمع لكم. وما زهر اللي ضروري مع اللوز بودغ. راه هذه بسطيله بلوغو ديال كعب غزال تو سامبلومون. غادي نخلطها حتى كنحصل على عجين او لا تجمع، يعني حتى كتقدروا تجمعوها هكذا بين يديكم وصاي. انا غادي ندير النص بالعقده ديال اللوز والنص ما غاديش ندير فيه، ومن بعد غادي نوريكم الا بغيتوا ديروا يعني البسطيله كبيره تقدروا في هذه العقده هذه. راه هذه العقده تبارك الله يعني دارت لي النص ديال البسطيله او ميم طون دارت لي هكذا كالكو بريوات. الا بغيتي ديري بسطيله كبيره تزوقي فوقهم هكذا. هذه العقده اصلا اللوغو ديالها خطير، روعه ما شاء الله تبارك الرحمن، جات روعه. غادي نوري لكم المونتاج طريقه. درت 3 ديال الطرق بالنسبه للبنات اللي مبتدئات، وكاين اللي تبارك الله يعرفوا يطيبوا حتى المونتاج ديال البسطيله كيحصلوا. المهم درت لكم 3، بوحده بزلافه، اللي ما عندهاش زلافه لو بول غرفيه، اللي ما عندهاش دير هكذا. انا كندير على البلون دو طرافاي كيف ما كتشوفوا، هي اللي كتجيني ساهله احسن من هاد. كاين اللي كيدير هذوك لي سيركل ولا، المهم اللي متوجد عنده شي حاجه يديرها كيجيو نفس لاطاي نفس الشكل، غير نتوما بيديكم تقادوا. ورقه البسطيله راه روعه، ما تزيدوا فيها حتى شي حاجه، زويته هكذا ودهنوا باش منين تجمعوا الجناب ما تهرش ملي تجمعوا الجناب. اما هي راه يعني فاسيل زعما باش تجمعوها ولا باش تشكلوا بها، غير البسطيله اللي خصكم ديروا عليها شويه الزيت باش تجمعوا. كيف ما كتشوفوا الا ما درتوش غتقطع وغادي تمحنكم. دونك هنايا درت الحشوه. اللي بغيت نقول لكم باللي في الورقه لتحت ديروا شويه ديال الشعريه وديروا العقده، وماذا بكم ديروا الشعريه الفوق باش هكذا ما تلصقش العقده مع الورقه، حيت الشعريه كتخليه يعني ما تلصقش، ما تجيش لاصقه. كيبان لكم داك الداخل كيكون معلك، والفوق يعني كيبان لا ديفيرونس. الا درتو الشعريه الفوق والتحت اولا ديروا الفوق على الوجه يعني الوجه ديال البسطيله يكون فيها شويه الشعريه، عاد ديروا العقده. هنايا درت بواحد الغرفيه صغيره
صايي. المهم المونتاج راكم تشوفوه في الفيديو. بالنسبه للعقده بغيتو ديروها هكذا يعني تايطاليوها مزيان، ولا بغيتو تفردوها كيف ما راني كندير، المهم كتبقى كو واحد. سواء ايطاليتوها او لا درتوها هكذا غير الفوق. ملي غادي تعضوا في هذيك البسطيله تبارك الله غادي تجيكم واحد لوغو اللي واعر. جربوها وما تنساونيش. انا بالنسبه لي غادي ندير هكا في البلون دو طرافاي، غادي ندير كيف ما سميتو له الزيت هكذا، وندير الشعريه وداك الشيء كله، وغادي نجمع. المهم غير يكون عندكم العبار ديال البسطيله اللي بغيتو ديروا، وحتى الورقه غادي تكون مقطعه يعني نفس العبار. ملي تكونوا تجمعوا غادي تجيكم طاي وحده، سواء بالنسبه اللي درتوها في شي حاجه يعني في قطعه او لا في شي سيركل ولا شي حاجه، او الا بغيتو ديروها غير هكذا غادي تجيكم نفس الشيء. انا عجباتني هكذا حيت انا كنلقى راحتي ملي كنخدم ديريكتومون سوغ البلون دو طرافاي. انا درت بهم دي سيغار اللي غادي تشوفوهم في اخر الفيديو كيفاش جايين. غادي غير نخدش فيهم، غادي يجيو مقطعين مقرمشين اونكتيوز لداخل. غيان نادير. بالنسبه للبريوات غادي نديرهم غير بعقده اللوز هكذا، تحطوهم حدا البريوات اولا تزينوا بهم عفوا البسطيلات، اولا ديروا بسطيله كبيره وديروهم الفوق هكذا وتزينوا. سكري صالح حنا رانا معروفين بهم، لوغو يجي هكا ديكالي مره روعه ما شاء الله. بالنسبه كيفاش كنحتفظ بهم، انا كنديرهم في صني كبير اولا جوج سنوات اولا شي حاجه هكذا، كنفرشهم وكنديرهم غير في الثلاجه عادي، يعني ما نديرهمش في الكونجيلاتور. الاغلبيه ما كان لا بليبار دي طون ما كنتلاقاوش ليسباس في الفريغو باش نديروهم عاد في فريغو بهم بالصني يبقاو مفرقين، عاد نهزوهم نديرهم في بلاستيكات. دونك كنديرهم في الثلاجه عاديه عاديين. كنشد ملي يبردوا كتبرد عليهم ديك الزبده اولا ديك الزيت بحال كيبقاو هكذاك مجموعين، وكنشدهم كنفرقهم بحال هكا في الميكات وكنديرهم في الكونجيلاتور. كيبقاو هكذاك شهر ونص، كيبقاو هكذاك تجبدوهم ديريكتومون للفران. الفران يكون سخون ديريكتومون الفران باش منين يطيبوا كيتقرمشوا. هذا راه من بعد 15 يوم عاد طيبتهم تبارك الله ما شاء الله ناجحين مليون في المية. قرمشه من ديما نقول لكم غادي تسمعوها. لاباط فيلو ما تندموش عليها، اي حاجه في الفران خذوا لاباط فيلو وردوا عليا. نخليكم مع هذا الصوت الجميل. ما تنساوش تشجعوني، تابوناو معايا وتفعلوا الجرس الى عجبكم لا فيديو. مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.